كان في فيلم لذيذ قوي لأحمد حلمي اسمه بلبل حيران. اللي حصل فيه ان احمد حلمي في الاول كان قابل زينة، بنت فيري اندبندنت. اول عجبه ان هي اندبندنت، ما بتغيرش خالص، شيز فيري فun. مع الوقت بدأ ما يحس ان هو ملوش لازمة في حياتها، دي ما بتغيرش حتى عليا، دي عمرها ما بتاخد رأيي في حاجة او تقولي تعالى ساعدني في حاجة. فبدأ يزهق، راح بعدها على طول قابل شيري عادل، بنت ديبندنت جدا، دايما محتاجه رايه في كل حاجه تخصها. فجاه حس ان ايه ده، الله محتاجاني كده، حاسس ان ليا لازمه في حياتها. كمل شويه في العلاقه، فجاه اكتشف ان هي ديبندنت قوي، دي دايما محتاجاني. بدأ يزهق وحصل تويست كده في القصة، فراح رجع تاني لزينة اللي هو في أول سنة. ده بقى ازاي ممكن يحصل في حياتنا؟ ممكن جدا يحصل لان للاسف انا وانا جاي ارتبط انا مش عارف نفسي، انا مش عارف ايه هي اولوياتي، انا مش عارف ايه هي احتياجاتي. يعني تعال نقول ان انا دلوقتي راجل، حياتي كانت كلها مسؤوليات من وانا طفل، فايه اللي بيحصل؟ ان ممكن اكبر ابدا ابقى مش قادر اتعامل مع واحده فيري ديبندنت. انا محتاج واحده بقى مسؤوله كده عن نفسها، ما تبقاش متطلبه قوي. وهنا مفيش صح وغلط، الغلط ان انا اروح ارتبط بشخص غير مناسب ليا، ومش بس كده ابدا احسسها بالذنب تجاه طبيعتها واطلب منها انها تغير طبيعتها عشاني، وابدا هنا ابتزها عاطفيا واقول لها لو بتحبيني كنت غيرت من نفسك. الكلام ده مش حقيقي. انا اللي المفروض من الاول ابقى عارف ان انا مش قادر اتحمل حد ديبندنت، فاروح ارتبط بحد اندبندنت. والعكس صحيح، ممكن راجل يبقى طول عمره ما حدش اداله مسؤوليه ونفسه يحس ان هو المسؤول وانه مهم في حياه حد، فهنا بالنسبه له واحده اندبندنت هتحسسه انه ملوش لازمه، وهيفضل يشتكي منها زي ما حصل في الفيلم. فايه الصح؟ المفروض ان انا هنا اروح ارتبط بواحده ديبندنت، بنت عايزه حد يبقى بالنسبه لها كل حاجه. هي ديبندنت، ده صح ولا غلط؟ تاني مفيش هنا صح وغلط، في ان انا اعرف نفسي كويس عشان يوم ما ارتبط ما اذيش حد نفسيا معايا، وارجع في الاخر دايما شايف نفسي الضحيه، دايما شايف ان اللي قدامي مش بيحبني. وعلشان كده في العلاقات اول حاجه تعملوها عشان تبنوا علاقه صحيه، اعرفوا نفسكم، تقبلوا الحقيقه اللي انتوا هتكتشفوها عن نفسكم، اعرفوا ايه هي اولوياتكم، لان كده كده مفيش شخص كامل، مفيش شخص هنلاقي فيه كل حاجه احنا عايزينها، لان احنا برضو اكيد مفيش حد هيلاقي فينا كل حاجه هو عايزها. بس انا ممكن الاقي في شخص 60% من احتياجاتي في اي شخص طبيعي، وبالنسبه لل 40% احاول فيها اتواصل ميدل جراوند، احاول احط حدود للحاجات اللي بالنسبه لي مش هتبقى مناسبه. لكن ما اروحش اخد شخص عشان عجبني فيه 30% وابدا اطلب منه يغير طبيعته اللي هي 70%، ولما ما يعملش كده احسسها ان انت ما بتحترمينيش، انت ما بتحبينيش، انت لو كنت بتحبيني كنت عملتي كده. ودي تصرفات غير عادله وغير ناضجه بالمره.